الجزائري هو متفاوت، يعني ما نقولوش انه رديء وما نقولوش انه في الطوب، ولكنه متفاوت. يعني هي كاينه طبقات هكذا، ولكن عندنا أن نثق في الكفاءات الجزائرية ونثق في وزارة الثقافة وفي الجمعيات الثقافيه مثل لوندا مش عارف ايه، انها حتى حيكون في تصفيه للفن الجزائري، لانه ذوك دلوقتي الحمد لله بقى عندهم حقوق وعندهم كارت الفنان وعندهم. فالفنان دلوقتي حيبدا يترفه شويه. لما يكون الفنان مرفه حيزيد تحسين يعمل بجوده اعلى ان شاء الله. ان شاء الله. ربما حتى انه لاحظنا مؤخرا متتبع للساحه الفنيه، لاحظنا انه هناك انتشار للايقاع المغاربي بشكل عام والجزائري بشكل خاص. ربما وشنو هو سر تميز اللحن الجزائري والمغاربي في الاوسط العربيه؟ هو الموسيقى المغاربيه طبعا زي ما قلنا في الاول هي فيها اختلاف عن التغيير، ولكن حتى هي كمان هو بالنسبه لاتجاه المنتجين. اتجاه المنتجين هو اللي اتجه لشمال افريقيا، لانه سوق الميدل ايست يعني هو بسبب الحروب اللي فاتت ذاك فقلت شويه الاقبال على الفن. فبالتالي السوق اللي راهو رائد شويه وفيها استقرار هو سوق المغرب العربي واوروبا. فلازم يجيو عندنا هنايا، وفي نفس الوقت هو الفنان تاعهم طامح انه يكون عالمي. والموسيقى الجزائرية هي باب ومنفذ لكل الفنانين العرب انه يخشوا مجال الفن العالمية، الموسيقى العالمية. واحنا ماذا بينا يشرفونا، مرحبا بهم، عندنا اهم الاستديوهات وعندنا اهم الفنانين. ماذا بينا يكون في هذا التلاقي ان شاء الله اللي يفرز ان شاء الله ثقافة وينتج فن راقي ان شاء الله. هنا الجزائري مواقع التواصل الاجتماعي ايضا من بين الادوات التي ترصع بريق النجوم. كيفاش هي علاقتك مع مواقع التواصل الاجتماعي؟ علاقتي بمواقع التواصل الاجتماعي هي علاقة يعني وطيدة، أنا أونلاين. يعني إحنا لأنه دلوقتي جمهورك أنت لازم تكون تحتك به طول الوقت، هذه في الفيسبوك ولا تويتر ولا انستغرام ولا يعني دلوقتي أصدقائك لازم يكونوا متابعينك 24 ساعة. أنت لازم تحافظ على هذا الأصدقاء، لأنهم هم بالنسبة لك هذا هم المرآة الحقيقية لنجاحك أو فشلك. بالحديث عن مواقع التواصل الاجتماعي لاحظنا أن هناك دعوة لمنير الجزائري للتعامل مع أسماء معينة مثلا كنزة مرسلي وأمل بوشوشة وأجراد يغرطة. طيب واش تجاوب محبي هذه الفنانين؟ أنا جاوبهم طبعا بكل فخر. طبعا أنا شرف لي أن نتعامل مع فنانين جزائريين، لأنه هذا شرف لي. ثانيا أنه هذا الجمهور هو فعلا اللي طلب مني، وأنا لبيت دعوة الجمهور فعلا. لانه انا حاليا عندي سجلت الاجر ورطه وان شاء الله تلاقي استحسان. سجلت لسفيان بوعمره، فاضل كنزه مرسلي ان شاء الله، هي مجرد ما تخلص كليب مع يعني عندها كليب مجرد طبعا. فيديو كليب ان شاء الله تدخل الجزائر نسجل اغنيتها ان شاء الله، ونبشرهم بكل خير. فان تاع كنزه مرسلي، مبروك على كنزه مرسلي ومبروك علينا غنوه ان شاء الله تكون في القمه ان شاء الله يا ربي. منير الجزائري، انت تحدثت على قسنطينه عاصمه للثقافه العربيه، وشنو هي اهميه مثل هذه التظاهرات الثقافيه المهمه بالتعريف بالموروث الجزائري واعطاء صوره جميله عن الجزائر؟ قسنطينه يعني هي منفذ ضخم، يعني مثلا انه هي حتكون في النشاطات في كل المجالات، يعني مجال في الزي التقليدي، في الاكلات التقليديه، في النوع الثقافه الكتابيه تاع النوع الكتاب نتاعنا، نوع يعني كمان حنستضيف ناس اجانب عندنا هنا في الجزائر، يعني تنشيط السياحه، تنشيط يعني جو رائع للابداع. كمان انه الدوله موفره الجوانب الماديه والجوانب يعني الاستضافه هذه تاعت الزوتيل فهي حاجه تظاهره مليحه. يعني التظاهره هذه ان شاء الله هي انا متاكد انها راح تنال حتتفوق وحتمثل الجزائر احسن تمثيل ان شاء الله. بالنسبه للمهرجانات الجزائر المخصصه للموسيقى مثل مهرجان تيمقاد العربي ومهرجان جميله، هناك اتهام للمنظمين انه يتعاملوا دائما مع نفس الاسماء، يعني يشوفوا نجوى كرم وإدريس بعلامه بدون ذكر الكثير من الاسماء. انت كفنان جزائري واش تقدر تقولنا على هذا الموضوع؟ هو ممكن يكون في هذا حقيقه، ولكن لانه ما فيش بديل. لانه لو كان الفنان، يعني عندنا فنانين جزائريين حقيقه انه يقدروا يمثلوا في هذا المهرجانات، ولكن هو المهرجان هو هم حابين لازم يجيبوا الوجوه الاجنبيه هذه، لانه مهرجان حابين يكونوا دولي، مش مهرجان وطني محلي، مهرجان دولي. فلازم فعلا لازم تكون هذه الوجوه، وهذه الوجوه فعلا الاسماء اللي ذكرتها هي اسماء ناجحه في الوطن العربي، يعني هم هذول الصفوه اللي في الوطن العربي طبعا. انما هل عندنا احنا وجوه جزائريه تقدر تنافس هذا التنافس؟ فيه، ولكن لازم يشتغلوا اكثر من كذلك. والجزائر ان شاء الله تتهلا في ولادها الفتره اللي جايه، لانه احنا اللي لازم نصنع
نجوم ينافسوا في الوطن العربي والعالم ان شاء الله قريبا. طبعا. وهناك ايضا مقاطعه لبعض الاسماء العربيه على مواقع التواصل الاجتماعي، مثلا كان اخر الوافدين نجمه نانسي عجرم اللي قاطعها الجمهور الجزائري بسبب المبالغ الكبيره والميزانيات الموجهه لهؤلاء النجوم. وش رايك منير؟ هو بالنسبه للمبالغ هو اجر الفنان، هو حقيقه هو خصوصا في التطور اللي احنا فيه، وفي النوع السبونسر، وفي نوع راس المال اللي راهو يمشي. فالفنانين هذو العرب هم فعلا هذه هي تلك هي الاجور، يعني هم بيتعاملوا بنفس الاجور هذيك، لانه هي ولات ماركه، لانهم موجوه اصلا لماركات عالميه، فالاجر تاعهم غالي. يعني نانسي عجرم هي وجه كوكاكولا وعديد من الماركات العالميه، فالاجر تاعها كاسم او حتى كصوره غالي، فما بالك انها تجي تغني. فاحنا اللي لازم يكون عندنا نفس الثقافه هذه، لازم احنا اللي يكون عندنا نفس المبادئ دي، كيف نصنع نجوم جزائريين يكونوا وجوه اعلاميه، يكونوا وجوه ماركات عالميه، عشان احنا كمان الفنان نتاعنا يكون عنده له قيمه كاسم، بعيد عن انه يشتغل يغني ولا لا، هو كاسم كنجم لازم يكون عنده وزن في الوطن العربي والعالم ان شاء الله. وعندنا الرموز تاعنا والشاب خالد طبعا، يعني كثر خيره، يعني نبعثوا له تحيه ان شاء الله. شرف الجزائر في كل المحافل الدوليه. والله عندنا الفنانين الرياضيين تاعنا مثلا زي بنزيما، زي فنانين تاع الرياضه نتاعنا بذكر يعني اسمائهم كلهم نبعث لهم تحيه ان شاء الله. مثلوا الجزائر اكبر تمثيل ان شاء الله. الفنانين تاعنا الجد هذو الدوله اللي لازم تتهلا فيها ان شاء الله. حتى في العالم العربي عندنا اسماء استطاعت انها تشرفنا، كفول الجزائريه مثلا، امل بوشوشه، الدنيا الجزائريه طبعا. منير الملحن اللبناني سمير سفير قال انه لما الاغنيه تضرب الملحن ما ياخذش حقه، كاين غير الفنان اللي يحصد النجاح والملحن يقعد في الزاويه. وش رايك؟ كلام سمير سفير طبعا كلام حقيقي، لانه معظم الفنانين ما يحاولوش يرجعوا الفضل لصاحب العمل، لانه هو دائما يشوف روحه هو الاوبشن، ولكن يعني هي في هذه ما هيش ضرر يعني لانه الفنان هو في كلتا الحالات الملحن هو اللي ادى الاغنيه للفنان بارادته، ورغم انه حقوقه مضمونه في جمعيه في الساسام ومن الحقوق الماديه، لكن الحقوق لو تحدثنا عن جانب الشهره أيوة. والاحاديث الاعلاميه، انت كملحن ما صارتلكش مثل هذه القصص؟ طبعا تصل مثل هذه القصص، لانه دائما الفنان الواجهه هو اللي يلاقي النجاح، دائما المطرب هو اللي يلاقي النجاح، لانه هو اللي يتعامل مع الجمهور على طول الوقت. انما الملحن هو خدمته في الاستوديو، يفكر ويعمل غنوه مع الشركه، كيف ندير غنوه تنجح بفضل الله في الوطن العربي، ولا كيف تدخل المبالغ اللي لازم تدخل، لانه المبالغ من الفن هي مبالغ، هي ثروه قوميه يعني. فعلى ذاك بلادنا لازم تركز في الفن، لانه والله مبالغه يعني اكثر من السياحه واكثر من انت على كل حال عشت الدورين، عشت دور الملحن ودور المطرب. وشنو هو الاختلاف بين منير الجزائري المطرب ومنير الجزائري الملحن؟ بالنسبه لي انا كمنير الجزائري كملحن او كمطرب هم يكملوني الاثنين، يعني انا دائما ملحن، ولكن الاستمتاع تاعي اكثر لما نكون نغني، لانه لما نتعامل مع الجمهور حقيقه هكا قدامي لايف هذاك نحس انه يعني ارضيت غروري اكثر من كملحن. طبعا ربما كاين بعض الفنانين شاملين كيما نتايا لما يقدموا الحانهم لبعض الفنانين تنجح اكثر من انه لما يغنيها هو. نتايا بعض الالحان اللي قدمتها لنجوم عرب اسكو كانت راح تنجح بصوت منير الجزائري؟ ان شاء الله، بس احنا راضي على النجاح انها كانت من الفنانين العرب، لانه هو هذاك خلاني احتكيت بخبرات كان لازم نعرفها في حياتي وانا كنت صغير في الوطن العربي يعني. والحمد لله دوكا تلاقيت باسامي وقامات فنيه كبيره، فشرف لي اني تعاملت معها، وشرف لي اني عرفت نكتسب من خبراتهم واستفدت من نصائحهم. والحمد لله دلوقتي دوكا يعني نقدر ندير ولا عندي ميزان صحيح، ما هي الغنوة وما هو الهدف ما هو الأهداف الحقيقية من وراء أنك تكون فنان. كان عندي حوايج امور مثلا لازم يكون عندك رساله، رغم انه المنتج دائما يحوس على الجانب المادي، انما انت لازم تكون عندك جانب مادي والجانب فني وجانب انساني. لازم تعرف باللي الغنوه تاعك هذه اي تاثر في ملايين من الناس، فلازم تكون علاقتك بربنا مليحه باه دير حاجه مليحه طبعا. مش لازم تدير غنوه تاعت مجرد درت غنوه والناس تشطح عليها وتلقى روحك مش عارف. لازم دير غنوه هي مجرد ترفيه، في الاول وفي الاخر الفن ده هو مجرد ترفيه يعني. في اهم من الفن الترفيهي هذا والفن الانشادي
المديح وذاك، فهو فن راقي اكثر. طبعا فيعني ملتزم. وكان عندي تجارب فيه الحمد لله، زاد كمان احتكاكي بالمشايخ الصوفيه ومشايخ الانشاد الديني، كمان رسخوا لي ما هو الفرق ما بين الغنوه الدينيه والغنوه الترفيهيه. ولا رغم عندي حتى الأغنية الدينية أصبحت تلقى رواجا كبيرا في طبعا العالم العربي مؤخرا. طبعا، وهو بالعكس هو الفن تقريبا حيتجه الاتجاه هذا اكثر من الفن العادي، طبعا في لانه الملتزم. الناس يعني كاينين الناس يستخدموا الفن الاغاني الغنوه الملاهي، اغاني الملاهي وذاك باسلوب جد خطير، فاثر على الشباب تاعنا واثر على البيئه تاعنا، فلازم يكون فيها رقابه الفتره اللي جايه ان شاء الله. منير، نخليك تحكي لنا شوية على مشاريعك الفنية الجديدة قبل ما نروح نسمع صوتك. ان شاء الله انا بقدم في مشروع، بجهز لدخول الجزائر هنا، زي ما قلت سابقا اني قاعد بتعامل مع فنانين جزائريين اللي ما تعاملتش معهم من قبل، فكانت بالنسبه لي نقطه سوداء، فاني خدمت كل نجوم الوطن العربي ما عدا الجزائريين، فالحمد لله لي الشرف اني تعاملت مع كوكبه من الفنانين الراقيين وذات الاصوات الجيده. قاعدين بجهزوا في البوم وحنصورهم ان شاء الله خلال الفتره الجايه، في كليبات حتصور هنا في الجزائر للتعريف على الجزائر، تعرف بمناطق الجزائر، وفي كليبات حتصور في مدن عربية مثل دبي وبيروت، ولكن لدخول هذا النجوم للساحة العربية إن طبعا. شاء الله، وإن شاء الله ربي لو وفقنا نخشوا منير، أبعد من ذلك. نسمعوا ما احناش ملايكة بصوتك. إيش ملايكة؟ أنا وأنت ما احناش ملايكة، عندنا غلطة، المهم كل واحد فينا يكون قلبه كبير، تجي ايامات وتعدي ساعات، نطيح وطيحات عادي، المهم تفكر دايما باللي كاين ربي كبير. انا وانت ما احناش ملايكة، عندنا غلطات، المهم كل واحد فينا يكون قلبه كبير. يعطيك الصحة منير، نخليك في الأخير توجه كلمة لجمهورك الكبير في الجزائر. هي الأغنية هذه أنا عملتها تحية مني للجمهور، لأصدقائي والشعب المصري في الثورة تاعو هذيك، حبيت إنه يعني زي مواساة لأصدقائي يعني طبعا. فعملتها لأصحابي إنه كل شيء عدي وهذا قدر تاع ربي إن شاء الله، والحمد لله يعني أصدقائي استقبلوها باستقبال حسن، وهي مجرد هدية من فنان جزائري لفنان مصري. جمهوري نقول له إن شاء الله راني فرحان إني في الجزائر، وراني فرحان إني عرفتكم، وإن شاء الله الجديد راهو في القمة، وإن شاء الله نمثل بلادي أحسن تمثيل، ونمثل الفن العربي أحسن تمثيل، واللي جاي راهو طوب إن شاء الله. يعطيك الصحة منير، وشكرا على قبول الدعوة، وبالتوفيق في كل مشاريعك الفنية إن شاء الله. شكرا أستاذ مالك. مشاهدينا الكرام، بصوت منير الجزائري الذي شرف الجزائر في كل المحافل العربية، نختم هذا العدد المميز من برنامج وجوه ثقافية. دمتم في أمان الله. يعطيك الصحة. بارك الله فيكم.